اهلا بكم في فيديو جديد في قناة تتعلم مزيكا. النهاردة موضوعنا مهم جدا. هنتكلم او هنعمل مع بعض ازاي ان انت تمستر الايقاع بتاعك. يعني انا دلوقتي مثلا عامل الايقاع ده في بعض حاجات جاهزة وحاجات انا رصصها، والرص طبعا خامات وفي منها ايقاعات اللي هي بالمنظر ده. انا دلوقتي مش حاطط اي حاجة على الميكسر، يعني الصوت اللي احنا هنسمعه ده دلوقتي مع بعض مفهوش اي فلترة ولا اي حاجة، زي ما انت شايف اهو. كل حاجة مفيش مرمتش اي حاجة على الميكسر. هنبدأ بقى ان احنا نظبط اصوات الحاجات دي ونحط كل حاجة لوحدها منفصلة في الميكسر. ركز معايا في الفيديو ده كويس عشان الفيديو ده مهم لكل الناس اللي هي بتطلع شغل او عايزة تعمل كواليتي للشغل بتاعها. وسيبك بقى من شغل ان انت يبقى فيه تراك جاهز تاخده ترميه على الاسيد، وكل همك ان انت تسجل وتبدأ فبتلاقي الشغل في الاخر بايظ. فافهم من هنا عشان بعد كده تبقى انت شغال صح وعندك خلفية ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. طيب، اول حاجة كده لازم ان احنا نسمع الموضوع بتاعنا منفصل. يعني لو احنا رصين مثلا التوزيع بتاعنا فممكن ان احنا نسمعه نشوف الدنيا فيها ايه، بعد كده بقى نخش نرمي كل حاجة في الميكسر ونبدأ ان احنا نظبط كل حاجة لوحديها. طيب، ده باترن مرصوص فيه الايقاعات بتاعتنا او المجموعة اللي كون لنا الايقاع بتاعنا. دي الكيك زي ما انت شايف انا عاملها ازاي. طبعا انا هرميها على الميكسر، بس الاول نسمع صوت الحاجة دي كده على بعضيها. الموضوع زي ما انت سامعه. طيب، تعالى كده احنا الدبات كلها هنحطها في تشانل واحدة، فممكن نفصل كده، نفصل بعض الحاجات. طيب، ايه الدبة اهو، ده كده الدبة، وفي دبة تاني وديت. طيب، يبقى احنا هنرمي كل ده على حاجة واحدة. فين اهو، نشيل دي طبعا. فين ديت برضو. تمام، نسمع كده. انا لو رحت للميكسر مثلا، خليها مثلا على حاجة تانية فاضية، 5، هنخليهم على 5. وديت على 5. تمام، 5 عندنا اهو فاضي. تقريبا انا كنت واخد حاجات من هنا موطي، لكن ما لعبتش في اي، ما حطيتش اي فلاتر، يا دوب ظبطت من هنا. طيب، دلوقتي احنا الكيك عندنا على 5، يعني ده كده الكيك عندنا اهو على 5 كيك. تمام، اول حاجة هنعملها هنختار الاي كيو. الاي كيو دوت مثلا، انا كل الاستخدامات الفلاتر اللي انا هستخدمها معاك هتبقى موجودة على اي اصدار في اف ال ستوديو. طيب، هنشغل كده، نبدأ ننزل نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. تلاحظ معايا ان انا لما بنزل من هنا الصوت بيتكتم، ما بطلع الصوت بيفتح. يعني وانا بمستر انا بشرح لك كمان الفلتر. احنا هننزل كده شوية بيه. من هنا انت بتعلي الدبة شوية، تديها باور بتبقى ضخمة اكتر. يعني بص لو رفعت كده
شايف الدبة كده عاملة ازاي؟ الناس طبعا اللي بتحب الدبة والكلام ده. طيب احنا كده مثلا نفرض ان احنا ظبطنا الاي كيو. ممكن نعلي من هنا سيكا، نفتح الصوت شوية ومن هنا. طيب ايه تاني ممكن احنا نحطه؟ تعال نحط الريفيرب. طيب تعالى بقى كده نحط مثلا حاجة زي كومبريسور، ونتأكد طبعا ان مفيش حاجة تبقى ضاربة هنا في الميكسر. تمام تمام. نجيب بقى التكات. تكة هي عندنا. يعني هنعمل بقى ايه؟ ناخد دي كده بس لوحدها دلوقتي، نحطها مثلا على 6. هنا لأ، عايزينها على 6. طيب هنحط لها برضو دراي كده بسيط. شوفوا ديت نحطها معاها. تعالى بقى نحط لها مثلا ده الفلتر ده حلو او الاستريو. هنخليها زي ما هي كده. طيب ايه تاني؟ السقفة. هنحط لها ده كده.
هنعملها بالمنظر ده. احنا كل الفكرة مش عايزين نضيف حاجات كتيرة ونكعبل الدنيا، احنا بنحسن بس صوت الحاجة. طيب ايه تاني؟ اخدها دي برضو في حتة لوحدها، طلعها ريفيرب برضو. تمام. مثلا لو جينا سيفنا كده اهو، احنا كده سيفنا المقطع ده بس. تعال نسمعه. شايف الدنيا عملت ازاي؟ الكواليتي يعتبر اتغير تماما، يعني بقى الكواليتي يعني برضو الفلترة دي بتبقى حسب يعني انت عايز مود المهرجان بتاعك ازاي. طبعا بقى لو جينا ضفنا مثلا شوية طبلات كده، يعني اهو تعالى نحطها على اي وزنية.
الموضوع يستاهل يا جماعة. هو الواحد مش عايز يعمل افوره في الفلاتر، لان كل ما هتبدأ ان انت تستخدم فلاتر كتيرة قوي وعشوائية الجودة هتروح منك، خصوصا لو انت مبتدئ زي حالاتي ما عندكش كارت صوت خارجي، فانت عايز تطلع اعلى جودة ممكنة. زي ما انت سامع كده الكواليتي بقى عامل ازاي. لو جينا حطينا دي معاهم لو جينا خدنا بقى الصوجة نحاول نعلي مثلا اهو دي الصاجة. زي ما انت شايف كده الموضوع بتاعنا ماشي يعني. طب تعالى بقى ايه نضيفه تاني كده مع بعض لوحده، يعني نضيفه معاه ونسيف كله مرة واحدة. بص الصوت نزل ازاي، فهنضطر طيب تعالى نسيف كده الاول بس ثواني الصوجة. نسيف كله مع بعضه. على فكرة انت ممكن تعمل مشروع زي كده وتبدأ ان انت خلاص الطاولة دي مثلا اللي انت هتستخدمها وهتبدأ تضيف لها انت ايه حاجات. يعني انت بتعمل مشروع مثلا وتفضل شغال عليه كام مهرجان كده، فبتعمل المسطرة الأساسية بتاعتك عشان مش كل شوية تقعد تجرب وتعمل. خلاص انت ظبطت حاجة أساسية فبتبدأ ان انت تشتغل بيها زي الطاولة دي مثلا. يعني انا كده ايه مثلا عملت الطاولة ديت، فدي انا هشتغل بيها ارص بيها على الأزيد مثلا، ابقى انا ايه شغال كده. ممكن اضيف دي كده لوحدها. طب لو جينا مثلا حطينا الصاجة ديت فين، الصاجة دي معاهم، موضوع لذيذ يعني يجي منه.
مثلا دي كسرة كده، مثلا عملناها كده. وخدنا ده كمان كده كوبي معاها مثلا، يعني احنا بنرص ايه كده مثلا. لو جينا خدنا كسرة تاني، مثلا عملناها كده. مثلا كده يعني عملنا كده. تعال نجرب. يعني انا بديك مثال بس. الموضوع زي ما انت شايف كده. لو عايز شرح اعمق يا ريت تسيب لي في كومنت. انا يعتبر اديتك اساسيات الفلاتر اللي انت ممكن تستخدمها، اللي هي الاي كيو والريفيرب، وطبعا الاستيريو وكمبريسور. الاربع فلاتر دول انا يعتبر شرحتهم لك في الفيديو ده، ووريتك التأثير اللي ممكن يحصل
لو انت اشتغلت بالطريقة الصح. طبعا لما بتيجي تشتغل بتضيفها كتراكات كده الصوت معاك بيبقى احسن. يعني انا لو ضفت دي مثلا اهو كتراك على بعضه كده، وخدت ويف وبدأت ان انا اعمل كده واعمل كده اهو، سيفته، ومثلا هاخده تاني واقوم حاطه اهو، وهقوم حاطه هنا، وهبدأ اعمل كده اهو، نزل هنا، امسح ده، ونبدأ نجرب نشوف الدنيا برضو فيها ايه. يا رب يكون محتوى الفيديو عجبكم. الفيديو يبان ان هو ممل، بس صدقني لو ركزت فيه اكتر وعدته مرة واتنين وتلاتة هتعرف حاجات، ولما تجرب نفس اللي انا بعمله ده هتكتشف ان الموضوع كله محتاج ان انت بس تبقى بتسمع كويس عشان تقدر تطلع اعلى كواليتي، وكمان محتاج ان انت ما يغركش الفلاتر دي كلها عشان كل حاجة ليها استخدام. بس طبعا في الايقاع بيبقى في حاجات كده لازم ان احنا نعملها عشان الصوت ما يبقاش بايظ في السماعات، خصوصا في الايقاع. الشرح النهارده كان على الايقاع مش المزيكا ولا اي حاجة. انا بس حبيت ان انا ارص معاك الكلام ده كده دلوقتي، وابدأ اوريك الدنيا ممكن يبقى فيها ايه. اشوفكم الفيديو الجاي، ولو عايزين شرح كامل لمهرجان من البداية للنهاية يا ريت تسيبولي في كومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بالموضوع ده. سلام.